السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ بعد السلام والتحيه، وقبل ما نبدا فيلمنا الجديد ما تبخلوش عليا بلايك حلو للفيديو ده، وما تبخلوش عليا كمان باشتراك في القناه عشان تشجعوني انزل فيديوهات اكتر. وقبل ما نبدا فيلمنا تعالوا ناخد فكره كده عن شخصيه الفيلم، وهي نور بنت متدلعه ومتعقده في نفس الوقت، وكل ما بتدخل في علاقه بتيجي عند الجواز ويوم الفرح وهوب بتختفي ويبقى لهاش اثر. ايه اللي هيحصل هنشوف مع بعض. ده يوم فرحها وبالفعل هربت، وبرضه كلمت حد في التليفون اسمه صلاح وقالت له انا عملت مصيبة، انا سبت فرحي ومشيت، تعالى خدني دلوقتي حالا. طيب ايه اللي حصل عشان توصل لكده؟ هنرجع فلاش باك اللي حصل قبل كده ونشوف مع بعض ايه اللي حصل قبل يوم الفرح. قبل يوم الفرح بيوم كانت رايحة الفندق وبتحط هدومها وبترتب امورها عشان المفروض ان بكرة يوم فرحها. وهي بتعمل ده خطيبها اتصل بيها فردت عليه، وبدأت ان هي تتكلم معاه ويقول لها وحشتيني وعايزه اشوفك. وهي قالت له لا، انت مش هتشوفني ولا اشوفك لغايه بكره. لا انا خايف لا تفلسعي وتهربي مني ولا حاجه. فقالت له والله ما تستبعدهاش، ممكن تلاقيني مره واحده عملت كده انت ونصيبك. فبدأ ان هو يقول لها قد ايه هو بيحبها واصحابها جم ولا لا. قالت له لا انا مستنياهم. وهو بيتكلم معاها قفلت معاه لان الباب خبط وفتحت لقت صحابها جم، وطلعت ان هي مش عازمه حد على فرحها غير صحابها دول بس. فلما دخلوا بدأوا كده يهزروا معاها ويباركوا لها ويقولوا لها احنا مستغربين، يعني معقوله انت مش عازمه غير 3 بس؟ قالت لهم اه. فقالوا لها احنا مش مصدقين اصلا ان انت هتتجوزي. وبدأوا ان هم يهزروا معاها ويلبسوها الطرحه ويضحكوا مع بعض. وبعد كده صاحبتها قالت لها بس انا نفسي اشوف مين الشخص ده اللي خلاكي يقنعك ان انت تتجوزيه. فقالت لها واحد لو شفتيه مش هتقولي جميل جدا ومز اخر حاجه. وهي بتتكلم معاه قالت لها طيب انتي ايه مش هتورينا بقى فستان فرحك؟ فقالت لها متعلق عندك اهو شوفيه. ففعلا جابت الفستان وشافته، قالت لها الله ده جميل قوي، ولكن نفسنة الصحاب اشتغلت على طول وعملته لها بالسجاير كده خرمته لها. بعد كده بدأوا يحتفلوا مع بعض ويهزروا. لكن مازن خطيبها في الوقت ده كان جايب بنات عنده في الأوضة وكان مقضيها على الآخر كده وبيلعب بديله من أولها. كانت هي قاعدة مع صحابها وقالوا لها تعالي نتصور بقى صورة آخر صورة للعزوبية، لكن هي افتكرت حاجة ضايقتها وافتكرت لما كريم، وبنعرف ان ده اللي كان قبل مازن اللي هربت من الفرح بتاعه وراح لها هناك، وهي كانت بتتصور في السيشن بتاعها وبدأ يكلمها ويقول لها انت فاكرة ان انت عملتيه ده هيعدي عادي كده؟ وانت عارفة انا كنت عازم ناس قد ايه، انت ليه عملتي فيا كده؟ لكن هي قالته ده موضوع وانتهى خلاص. قال لها لا ما انتهاش، وانت كمان رايحة بالسرعة دي تحبي وتتخطبي وتتجوزي ولا كأن كان في واحد قبل كده؟ فقالت له يا ريت خلاص بلاش نتكلم في حاجة قديمة. فهو قال لها الحساب لسه مفتوح وانا هوريكي يعني، وهددها من تحت لتحت كده وسابها ومشي. وقتها كان خلاص صحابها كلهم ناموا، وهي كانت قاعدة لوحدها متضايقة وعمالة تسكر وتسكر لغاية ما سكرت على الاخر. وفجأة حست ان هي عطشانة فمسكت الورقة اللي فيها ارقام الاوتيل وبدأت تتصل برقم منهم عشان تطلب مية. لكن واحدة ردت عليها وقعدت تكلمها كلام كده مش مفهوم، فقالت لها خلاص خلاص وقفلت السكة معاها. بعد كده مسكت الورقة تاني وبدأت تطلع رقم تاني، فاتصلت وبيطلع لها واحد اسمه احمد كان نايم في الأوضة بتاعته وصحي على صوت التليفون بتاع نور ورد عليها. فقالت له انا عطشانة عايزة مية. فهو بدأ يقول لها انت شكلك سكرانة. فقالت له ايوه انا سكرانة عادي، يعني انا سكرانة وعطشانة. ما هو اكيد اللي عمل التليفون ده لا اما كان واحد عطشان لا اما كان واحد زهقان. فقال لها او ممكن يكون كان واحد وحيد، وقفل السكة ونام تاني. بعد كده هي ما سكتتش وقامت متصلة بيه للمرة التانية وبدأت تقول له لما رد عليها لو سمحت ممكن اكلم استاذ وحيد؟ فهزر وقال لها انت شكلك مصيبة كده ولا ايه؟ فبدأت تقول له واحد لوحدك كده تيجي فندق زي ده ليه؟ اكيد انت واحد بتخون مراتك وجايب بقى ستات وبتعرف ستات عليها كتير. قال لها من ناحية ان انا اعرف ستات كتير انا اعرف، لكن انا ما بخونش مراتي لان انا مش متجوز اساسا. فقالت له كل المتجوزين دايما بيقولوا على نفسهم ان هم مش متجوزين عادي يعني.
فهو بدأ يقول لها: طيب وانتي قاعدة لوحدك؟ قالت له: لا انا معايا اتنين. فقال لها: يا اتنين مرة واحدة؟ ويفهمها غلط طبعا. فقال لها: وده ايه بقى؟ دول صحاب ولا شغل؟ فقالت له: اتنين بنات، انت شكلك كده قليل الادب وسافل. فقال لها: بنات. وبدأت تقول له ان النهارده هي جايه الفندق مع البنات دول علشان خاطر بكره فرحها. وافتكرت لما كانت عند باباها قبل الفرح وقاعده معاه، وهو لما جه شافها كده قاعده ولقاها ان هي عماله تشرب سجاير وتسكر، ورغم كده ما علقلهاش على ده، ولكن اللي علق لها عليه ان هو قال لها: ايه يا حبيبتي، انت ايه اللي مسهرك لغايه دلوقتي؟ مش قلنا بلاش سهر؟ انت ايه بتفكري تشاور عقلك تسيبي الفرح ده كمان ولا ايه؟ قالت له: والله ما تعرفش، ممكن اعملها، انا اصلا مش عارفه انا ممكن اعمل ايه بكره. فقال لها: عموما والله براحتك، واللي انت عايزاه. قالت له: هو انت ليه ما اتجوزتش بعد ماما؟ قال لها: لا، انت عارفه ليه بيقولوا الجواز زي البطيخه؟ علشان الجواز ده مواسم كده زي البطيخ، وانا الموسم بتاعي خلص خلاص. فقالت له: يا سلام، والموزه الخمسينيه بتاعت لندن. فبدا يهزر معاها ويضحكوا مع بعض كده، وقال لها: عموما اعملي اللي انت عايزاه واللي يريحك، ولو سبتي الفرح وهربتي ولا يهمك، خدي اول طياره وتعالي لي على لندن على طول. فساعتها ضحكت وقالت له: ربنا يخليك ليا، وقام وسابها. احمد قال لها: انت شكلك كده حلوه ومتدلعه. فقالت له: ايه ده، وانت عرفتي منين ان انا حلوه؟ فقال لها: علشان انت صوتك وحش. بعد كده بداوا ان هم يهزروا مع بعض، وهي قالت له: هو انت اسمك ايه؟ فقال لها: بصي تعالي نتفق حاجه، لا اعرفك ولا تعرفيني، خلينا نتكلم مع بعض ونقول كل اللي احنا عايزينه من غير ما نعرف بعض. انا مثلا هختار لنفسي اسم شكري سرحان. فقالت له: يا ده اسم قديم قوي، بس خلاص ما دام انت هتختار شكري سرحان انا هختار اسم قديم زيك، انا بيقولوا عليا شبه نيلي، خلاص انا هختار نيلي. بعد كده قالت له: هو انت بتشتغل ايه؟ بس هو اتهرب من السؤال وقال لها: تقدري تقولي ان انا واحد محظوظ، لكن بنعرف ان احمد ده بيشتغل في كل حاجه حرام، يعني سرقه تلاقيه يسرق حاجات، يسرق مجوهرات، ليه في القمار، وكمان ليه في المشي البطال، يعني اي حاجه حرام كده مش سايبها. فنور قالت له: هو انت عمرك حبيت قبل كده؟ فلا، الحب ده حاجه كبيره قوي، ولسه ما فيش واحده يعني وصلت المرحله دي علشان احبها. فقالت له: يا سلام، معقوله يعني ما فيش ولا واحده عجبتك علشان تحبها؟ فوهي بتتكلم معاه صاحبتها قلقت على صوتها وقالت لها: انت بتكلمي مين؟ لكن هي شاورت لها وقالت لها: كملي النوم بس انتي، وبعد كده كملت كلام معاه. فقال: انت ايه علاقتك باهلك بعد اللي عملتيه؟ فافتكرت مامتها قبل ما تروح الفندق لما قالت لها: بقول لك ايه، انت ايه اللي عملتيه مع كريم ده، وازاي تعملي معاه كده، وازاي تسيبي فرحك؟ انت فضحتينا. فقالت لها: انت ليه عايزاني اكون زيك واكون شبهك واتجوز جوازه فاشله زي جوازتك؟ فقالت لها: كريم ما فيهوش حاجه تتعيب، ده كريم ده احسن الشباب. فقالت لها: لا، انا اللي بفكر وانا اللي بقرر، مش انت اخترتي مره وفشلتي فيها، ولا عايزاني اختار وافشل انا كمان واقعد مع صاحبتي في النادي ونقعد نتكلم ونحكي؟ فقالت لها: على فكره انت قلتي الادب وفضحتيني، وانا مش عارفه اعمل خلاص معاكي حاجه، وانت اصلا ما تربيتيش. فقالت لها: طيب وهو انت اصلا كنت فاضيه ان انت تربيني؟ فكانت علاقتهم واضح كده ان هي مشدوده مع بعض. فوهي بتتكلم معاه سالها وقال لها: على فكره انت لا يمكن تكوني بتحبيه، صح؟ اصلي اللي بيحب ما بيخافش، وطول ما انت خايفه يبقى انت لسه محبتهوش. بعد كده سالها: هو انت اتعرفتي على مازن ده ازاي؟ فبدأت تقول له ان هي كانت في جلسة يوجا وهو كان موجود هناك، وكان واضح كده ان هو عينه منها، وبدأ يسأل واحد صاحبه عليها عشان يعرف سكتها، وعرف ان هي سنجل، فقرر ان هو يتقدم لها، وهي كمان كانت معجبة بيه اكتر ما هو كان معجب بيها. فبدأ يقول لها: هو حلو يعني مازن ده؟ فقالت له: ده اكتر انسان ممكن تقابله في حياتك. فهما بيتكلموا مع بعض، باب اوضتها خبط، فقالت له: خليك معايا ما تقفلش. وقامت لقيت حد بيديها ازازه، وبتعرف ان هو اللي باعتها لها. فقالت له: ايه ده، انت عملت كده ازاي؟ انت عرفت رقم اوضتي منين؟ فلا، مش هقولك، دي لعبتي بقى، تقدري تقولي كده انا صاحب مكان. فبعد كده قال لها: بقولك ايه، تيجي نلعب مع بعض لعبه؟ فقالت له: تمام ماشي، لعبه ايه؟ قال لها: بصي انا هسالك سؤال وانت هتجاوبي عليه، انت ايه الحاجه اللي عملتيها زمان ونفسك ان انت تعمليها تاني دلوقتي او تعيشيها تاني دلوقتي؟ فقالت له: انا كان عندي البوم صور
صور وانا صغيره مع ماما وبابا قبل ما يسيبوا بعض ويتطلقوا. انا نفسي دلوقتي اني انا ارجع اعيش الالبوم ده، كل صوره فيه معاهم ارجع اعيشها تاني معاهم قبل ما يتطلقوا. فقال لها على فكره هي دي مشكلتك الحقيقيه، انفصال مامتك وباباكي هو ده اللي معقدك ومخليكي خايفه من الجواز وخايفه من الارتباط. فبدات تقول له ان هي كانت بتروح لدكتور نفسي قبل كده. فقال لها طب وما كملتيش ليه؟ قالت له لان انت عارف لما تروح لحد وتبقى بتتكلم معاه وبتحكي له على اوجاعك وتلاقيه بيبص في الساعه وعايز الوقت يخلص ويقول لك خلاص خلينا المره الجايه نبقى نكمل كلامنا، تعرف على طول ان ده ما فيش منه فايده. ففجأة وهما بيتكلموا مع بعض الباب عنده خبط، فقال لها خليكي معايا ما تقفليش، وفتح الباب لقى واحدة من اللي بيشتغلوا في الفندق جايبه له حاجة خاصة بالشغل وكانت عايزة تدخل، لكن هو طلب منها ان هي تمشي دلوقتي. وبعد ما مشيت رجع يتكلم معاها وقال لها على فكرة انت ما بتحبيش مازن، انت حاسة كأن واحدة شبهك هي اللي عايشة الحالة دي، لكن انت لا، انت من جواكي لسه مش مقتنعة ومش حابة. وبدأ يشخص لها كده حالتها. فقالت له ايه ده انت ازاي فاهمني كده؟ لكن وهي بتتكلم معاه بنلاقي ان كريم هو كمان وصل الفندق وبدأ يبعت لصاحبتها رسالة. فبنلاقي صاحبتها قامت وكانت نازلة لما شافت الرسالة بتاعته. فنور بتقول لها انت رايحة فين؟ قالت انا نازلة اعمل حاجة كده وجاية على طول. وبنلاقيها راحت فعلا قابلت كريم وقالت له ايه ده انت ايه اللي جابك هنا؟ فقال لها انا جاية اشوفك. قالت له بقى جاي تشوفني انا برضو؟ فقال لا انا جاية كمان عشان عايزة اوريكي حاجة. ولقيناه بيفرجها على الفيديو بتاع مازن وهم معاه البنتين اللي كانوا معاه في الفندق. فقالت له ايه ده انت ازاي جبت الفيديو ده؟ قال لها مش مشكله جبته ازاي، انتي مش هتحضري الفرح، خلاص اقعدي بقى واتفرجي على الفيديو بتاع العروسه والعريس في القاعه لما هيظهر في الشاشه الفيديو ده. فقالت له يخرب بيتك، وعجبتها طبعا الفكره وشمتت في صاحبتها. وقتها نور كانت بتقول لاحمد انا عايزه اشوفك، لكن هو اتهرب من الكلام. بعد كده قالت له طيب انا هلعب معاك نفس اللعبه بتاعتك، قولي بقى ايه الحاجه اللي انت عملتها زمان ونفسك ان انت تكررها تاني وتعملها وتعيشها دلوقتي. فبدأ يقول لها انا نفسي كده اني انا اروح باريس، واقعد هناك في افخم فندق واقعد كده اشرب مشروب بعظمه واجيب سيجار واشوف اكتر انسانه انا بحبها واكتر انسانه نفسي اشوفها ونفسي اقعد معاها واسمع صوتها. وهو بيتكلم كان متأثر جدا وما قدرش يمسك نفسه وقعد يبكي وقفل التليفون، وبعد كده فضل متأثر تاني. فهي وقتها قررت ان هي لازم تشوفه ولازم هتدور عليه. فعلا خرجت من اوضتها ولبست حاجة عليها ونزلت تدور عليه. وهو وقتها بدأ ان هو يلبس هو كمان، وبنتفاجئ بيه ان هو لابس لبس عامل في الفندق وانه ما طلعش حاجة كبيرة ولا اي حاجة زي ما هو كان قايل. وبعد ما لبس وخرج من اوضته هي في الوقت ده خرجت من الاسانسير وكانت عماله تدور عليه في كل مكان ومش لاقياه، لغايه ما بتبص لقيت عامل نظافه كان ماشي قدامها وقال لها صباح الخير ومشي. فهي اتفاجئت بالصوت واستغربت جدا ان هو نفس الصوت اللي كان بيكلمها في التليفون وبصت عليه، لكن هو كمان كان عارفها وكان باصص عليها ويكمل مشيان. بعد كده بنلاقيه راح عند والدته، وبنعرف ان والدته ما بتشوفش وبتقعد تسمع الحاجات اللي هو كان بيسجلها القصص بتاعته. فدخل سلم عليها وقال لها انتي ما زهقتيش من سماع القصص؟ قالت له دي هي اكتر حاجه مسلياني وانت مش موجود. فقال لها طيب ايه رايك بقى لو احكي لك قصه خاصه بيكي لسه ما سجلتهاش واقولها لك انتي لوحدك؟ فقالت له يا ريت، واتبسطت جدا. ففعلا بدا يحكي لها قصته اللي عاشها النهارده. وبكده خلص الفيلم بتاعنا. لو عجبكم الفيلم متبخلوش عليا بلايك واشتراك، واشوفكم على خير في فيلم جديد، والسلام عليكم.